كنت عايز افهم حاجه لاي بنت بتجري ورا الجنيه، بتجري ورا الفلوس او المال او العز. هتفرق ايه لما يكوني معاكي فلوس كتير كتير قوي وما يكونش معاك واحد بيحبك او واحد مش مهتم بيكي؟ هتستفاد ايه؟ هل هتشتري الاهتمام والحب بالفلوس؟ وهل ده هيكمل؟ وهل ده هيعيش معاكي طول حياتك؟ نقطة لازم كل بنت وكل ست تفهمها في حياتها. صدقوني والله مش كل حاجة الفلوس كوسيلة بس للأكل والشرب، مش أكتر يعتبر، يعني اللي انت تجيبي هدوم ليكي وخلاص. لكن صدقوني والله الأكتر وأحسن وأحن وأطيب من حاجات كتير قوي الإنسان اللي معاك اللي يكون بيحبك وصاينك وخايف عليكي وخايف تتبهدلي وخايفك عشان عيالك وحاجات كتير قوي عشان تعملوا الأسرة لما تعمليها وتحاوي على بيتك وعيالك وحاجات كتير قوي. يا ريت تدققي في الكلام ده كويس. ياما في ناس معاهم فلوس كتير بس معهمش ناس بيحبوهم من جوه. ياما ناس معاها ملايين المليارات والمصحف زي ما بقول لكم كده ومش مرتاحين، والله العظيم مرتاحين. بس صدقوا تأمنوا بالله في ناس معهاش الجنيه بس صدقني والله بتخاف على اللي منها قوي وبتحب اللي منها قوي، مش عشان هو معاهم جنيه او هما معاهمش، لا. الحنية ما بتشتراش بالمال ولا بالفلوس ولا بأي حاجة تتخيلها. الحنية بتزرع من جوه من القلب، زي ما كنك بتجيب نبتة صغننة قوي بتربيها على طريقتك انت، تقاوي صغيرة بتربيها انت عارف هي هتطلع ازاي في ايدك. مش تجيب شتلة شطاري وتقول لا انا اغذيها، اديها سماد، اديها فلوس، اديها، وهي هتطلع تراعيني، تطلع صيناني. بس صدقوني والله 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 مش بالفلوس يا جماعه، بالزرعه اللي انت تزرعها تطلع في حضنك انت، تطلع في اللي اتربت عليه لقيت حنيه وحب واحتواء، هتطلع كده والله. اوعى تفكر الفلوس هتقرب لك احب الناس، لا، احب الناس بيزرعوا حواليك. يا رب تفهم وتحس بالكلام. احلى مسا عليك لو فهمتني.